السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد، حلقة جديدة داخل السلاكة. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة إن شاء الله متابعة الأصوص، لأن اليومين دول أنت عارف جو صيف، الصبح بيبقى الشمس شديدة، فحتة فك الحصى تحت الحمام ده وقت الزمن غير الشتاء ممكن فيه فصوص بتفك لكن ما بتخمرش، فاصبح كده المشاكل عندك بتبقى او الهدر عندك كتير في ايه؟ لبه بيموت تحت الاهالي. طب من ايه؟ القص ما بيكونش لسه جاز الخمير بتاعه اشتغل، فبيبدا اللي هو اصلا ما يخمرش الزغلول. يوم تاني يوم بتلاقي الزغاليل تحتيهم مفكين والدنيا تمام، بس القص ما لبنش الزغاليل. ممكن انت شايف مدفين الزغلول مفيش اي مشكله، وشايف حصلتهم اللي هي واخده اكل، لكن هي مش واخده اكل. ده ممكن في زغاليل، في اسوس بتدي للزغاليل يعتبر زي هوا. فاحنا بنقوم بعمليه اللي هي متابعه الحمام ده، وبنبدا ان احنا نلبن الحمام ده حتى لو يومين ثلاثه كده اهو، لغايه ما جهاز الخمير بتاعك يشتغل. والله الاسوس لبنت والدنيا تمام زي الفل، ما لبنتش احنا بنبدا ان احنا نشتغل معاهم حته التلبين او حته الخمير. ده بسكوت اهلاوي، بجيب اللي هم بسكوتين على حسب بقى اللبه اللي عندي. مثلا في 3 4 لبه كده اهو، ببتدي اهو بشويه ميه فطره مش سخنه، يعني شويه ميه فطره كده من كاتل ولا حاجه، وببدا اللي انا مثلا ايه ادوبهم كويس، وابدا اللي انا اشتغل مع الزغاليل بتاعتي، وهنبدا اللي احنا نتابع الاسوس بتاعتنا كده ونشوف الحمد لله خير ربنا علينا داخل السلاكه. فاحنا هنجيب الكام زغلول كده اهو، لان انا وانا بقشط ابتديت اللي انا ابص كده اهو في زغاليل، لان لقيت كذا لبه ميت تحت الاهالي. ابتديت اللي انا ابص على الزغاليل اللبه ده، لقيت فيه حيوان كتير مش مأكل الزغاليل بتاعتي. تمام، خليكم معايا كده اهو بقى عشان احنا نأكل مع بعضنا كده اهو. ادي اهو، بسم الله. ادي اهو 2 لبه اهو، بص هوا اهو. تمام، نسحب 2 سم، وادي الزغلول اهو. برضه ده يا جدعان كويس، احسن من الحصرة تبقى ايه فاضية. يعني ده حتى لو ما فيهوش الغذاء الكافي للزغلول، بس اللي هو احسن من اللي هي يعتبر معدته او الحصرة بتاعته واخدة هوا او واخدة مية. تمام، مش هاخده في ايديك اي حاجة. ادهم بعد ما احنا اكلناهم اهو، نبدأ ان احنا نحطهم تحت العين. تمام، في هنا واحد برضو بتدل عظم الزغلول برضو، لان لسه بيبقى عظمه طري خالص، عشان ايه ما نلوقهوش في ايدينا. وادي هو ده كمان نكبسهاش برضو. وما تديش علف في الايام دي، والعلف خصوصا في اليومين دول مع الجو السخن ده بيخرب الدنيا معاك.
بسم الله. معاك برضه منديل ولا حاجة كده تنشف عظم برضه فرد الحمام كده عشان ما ينزلش ايه يبهدل الزغلول خالص. متجيش بقى في عز الشمس كده تديهم شوية علف يسخنوا الدنيا. ممكن مثلا انت بتقلب بالليل ممكن تدي لكل قص كده ايه حفنة صغيرة كده بس اللي هو يزود خمير عنه. بص الحصرة فاضية اهي. دولت الاتنين دول شوية خفاف فده احنا بنزود له بس ايه سنتي بس. كده زي الفل. نقول بسم الله. دولت أول زغلين معانا خلص قشر بنادق طالعين بوضعات. ادي القص دولت قصين واحدة وادي دولت بسم الله تحتهم اتنين حلسهم دولت اللي احنا لسه مأكلينهم. دي محصية حصواية دولت تحتهم حصويتين بلاستيك ده لسه برضه مأكلينه. دولت محضنين تحتيهم وده اهو حاطين اتنين جنب بعضهم احمر وزار وجنب سفرات. الصدات فاضيين بسم الله. كان طرية قربت تحسي بتحصوا الاتنين تحتهم اتنين شغشلة بسم الله. دولت راقدين على حصويتين ده تحتهم زغلول سكروطة
بنفسجيات للزغلول بالصلاة على النبي مقاس واحد. الحمد لله يا جدعان. بعد ما بقشط الأسوس اللي هي بتبقى مثلا محتاجة غذا أو اللي هي خلصت الكلفة قدامها، ببدأ اللي أنا أزود لهم شوية خشن. وهنا هتلاقي مكلفين، لو الزغاليل شدت حيلها كده بحط مكلفين كده، يبقى مكلف للزغاليل ومكلف للقص. دول كانوا من تحت قص تحديد. بصينا عليه دول كنا نسيناهم. ماشي. يبقى دول احنا لسه ايه مربيناهمش برضو. ماشي. خلي الطاجن كده عشان ناكل. دول على حصى، ده تحتيهم حصواية. دولت اللي كان تحتيهم من سكرتات. فيديو السلاكة المرة اللي فاتت كان واحد كبير واحد صغير، ده الصغير. خدنا الكبير كده اهو، قلنا لك لو لقينا واحد كده هنبدلهم. لقينا فوق قص تحتيهم واحد، واحنا واخدين السكرتة حاطينه ايه جنبيه. الاتنين فوق زي الفل، وده سيبنا له القص لوحده يديله الغذاء ايه كله لوحده. دول برضه لسه فاكين. دلوقتي اتنين شخشلة. بسم الله. دلوقتي راقدين على حصويتين. ده ابن احمر وبنفسجي. ده اللي بقول لك البنفسجي سبحان الخالق. بص وش عامل ازاي. والقص بيجي دلوقتي اتنين سكرتات برضه حاطين مكلفين. بص دولت لسه مأكلين ابنهم. دولت قص قطاطة جايبين الاتنين سود. سبحان الله فيهم واحد طلع بدبوس. كده كده القطاطة برضه بيجيبوا سود. بس ما عنديش حاجة بدبابيس، جايبين واحد بدبوس. دولت القص دولت متساب، بس مسيت المية والمكلف برضو ايه قدام الزغاليل. تمام. وادي هنا دلوقتي اتنين سكرتات. بس جايبينهم. دولت راقدين على حصى. دولت متحضن تحتيهم. دولت لسه مأكلين عيالهم. وادي دولت اهو محصيين. دول محصيين. دولت بقى من حنيتهم يا جدعان بيفضلوا يضربوا في بعض. يعني هم راقدين على حصى كده. القصين دولت يمكن دولت اللي انا بسيبهم ما بحضنش من تحتيهم. الشخاشله اللي انا محضنهم دولت انا اصلا ما بحضنش الشخاشله، يعني انا بسيبهم. بس المشكله في القصين دولت من حنيتهم بيفضلوا يضربوا في بعض فبيكسروا الحصى. فربنا هديهم بقالهم 3-4 ايام راقدين على حصاهم. شويه كده بقى ده عايز يرقد وهي عايزه ترقد، يفضلوا يضربوا في بعض تلاقي شايطين ايه الحصويتين. فانا عايز القص دولت يحنوا برضو، وعايزهم اللي هم يزقوا القصين دولت. هعمل بقى حاجه اللي العش ده. في كام قص وزارين اهو محصين اهو. بعد ما حضن حصاهم تحت الحمام الحضان
هاخد حصى الشخاشله ده، القصين دولت هاخدهم هحضنهم تحت اي قصوص غزار انا مش محتاجها. يعني مثلا ممكن ايه، عايز اريح القص القطاطه ده، ممكن احط تحتيهم الاتنين الشخاشله ما بيقوموش. عايز اريح الخضر دولت هحط تحتيهم الحصويتين الشخاشله. بص بص بقى يبتدوا يعملوا ايه اهو، اللي انا بقول لك عليه. واحط تحتيهم دولت حصى بلاستيك. هسيب بقى القصوص الغزار دي راقده على اللي هي الحصويتين بتوع الشخاشله دولت، ودولت مش هقومهم، وهسيب لهم بلاستيك. ضربوا بعض عملوا شاتوا الحصى، هحط لهم كده لغايه ما يهدوا خالص كده اهو. واول ما دولت يبداوا اللي هم يفكوا معايا، هاخد ليبه كده احط تحت القص ده، بحس ان انا ايه احننه واعوده مع الزغاليل برضه، عشان دي بتبقى حنيه زياده اهو. ولو اتعودوا ده هيهجروا الطاجن، يعني من كتر الحنيه اللي فيهم او من كتر الحنيه الزايده دي مع الضرب واللي هم تكسير الحصى، ممكن بعد كده ان تتحس في الارض، ممكن بعد كده يشوطوا الحصى ما يرضوش يرقدوا عليه خالص. فدي برضو انت بقى على قد ما بتقدر بتحاول ان انت تهدي الحمايه او تطمنها بقى، او تخليها مثلا ايه، تزرع فيها الحته اللي هي ايه الحنيه، مش الغابه. هي عندهم الحنيه بالزياده اللي هم ممكن يعني من حنيتهم بيخربوا الدنيا بيكسروا الحصى. فانت تعودهم برضه مع الزق مع حته اللبه مع الكلام ده كله، يبداوا اللي هم يهدوا معايا ان شاء الله. تمام يا رجاله، الحمد لله خير ربنا علينا. في قلب السلاك اهو دول برضه محصين، خد دول محصين ده كده كده عشان برضه جو صيف داخلين في قلش. بكتب التحضير ده اللي هو خلص اتنينات الاول، وبسيب الحمام الغزار بتاعي كله لغايه ما يخلص. اول ما يبتدي اللي هو يعمر، طيب اللي عمر بتاريخ كذا ببتدي اللي انا احضنه تحت اول قص حضان عشان ما استهلكش حمام على الفاضي. طيب حصى رايق، ببتدي اللي انا ارمي الحصويتين الرايقين. طب قصوص زياده تحضين ببدا اللي انا اقومها، وهكذا شغالين والحمد لله الدنيا زي الفل وخير ربنا علينا ده يا جدعان في قلب السلاك. فده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون فدتك حتى لو بمعلومه صغيره. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.